كل مرة بتقرب من الناس دي بتتأذي. الشخص السام مش بيغويك بالحب، بيغويك بالنقص، وانت ما بتتعلقش بيه، انت بتتعلق باللغز اللي عقلك نفسه خلقه. دلوقتي هفهمك ازاي تخرج من اللعبة دي. السر فيك انت، في الجزء اللي صدق انه محتاج يتكمل بحد تاني. في اغنية بتخليك تمشي للموت وانت مبسوط. عمركم سمعتوا عن كائنات اسطورية اسمها السيرينات، او زي ما احنا ما بنقول هنا النداهة؟ دي كانت عبارة عن مخلوقات نصها ست ونصها سمكة، قاعدين في البحر كده، ولا عندهم شغل ولا مشغلة، ولا تعرف تشويها ولا تعرف تتجوزها. شغلتهم الوحيدة انهم كانوا يغنوا، بس مش اي غنى. الغنى بتاعهم كان مختلف، نغمة غريبة كده تخش جوه ودان البحار وتسرح بيه لبعيد. فجأة يسيب الدفة ويمشي بالسفينة بتاعته ناحية الصوت. هوب، السفينة تخبط في الصخور، تتحطم، وهو يلاقي نفسه غرقان. الأسطورة دي مش مجرد قصة أطفال، دي عن ناس حقيقية مش في البحر لكن موجودين في حياتنا. الناس دي صوتهم، طريقتهم، وجودهم بيجذبك، بتحس كده إنك مرتاح ليهم، إن في حاجة بتشدك ناحيتهم. بس الغريب بقى إنك كل مرة بتقرب من الناس دي بتتأذي، وفي نفس الوقت مش قادر تبطل تروح لهم. وهنا ندخل في موضوعنا. في علم النفس في نموذج اسمه ذا سيرين أو الساحرة. مش شرط تكون جميلة أو مغرية بالمعنى التقليدي، بس بيكون عندها حاجة أخطر. لا يا باشا، مش اللي في دماغك. بيكون عندها لغة إغواء عقلية، يعني ما بتشتغلش على قلبك، بتشتغل على عقلك. النهارده واحنا بنتكلم عن الإغواء العقلي لازم نوضح حاجة مهمة جدا. زي ما قلنا، هو مش لازم يكون أجمد واحد، بس بيكون عارف يقول الكلام اللي بيلمسك. وهي مش لازم تكون أجمل واحدة، بس بتعرف تختفي وتظهر في التوقيت اللي يخليك مدمن وجودها. الشخص السام مش بيغويك بالحب، بيغويك بالنقص. بيعرف ازاي يخليك تشتاق من غير ما يديك، وبيقرب منك بالقدر اللي يخليك تطلب اكتر. يعني نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. الاغواء الحقيقي مش بالجمال، بيكون بالجرح اللي الشخص عارف يلمسه فيك. يعني ممكن يكون واحد ملامحه عادية خالص، بس دماغه فيها سوفت وير خطير، قوة معينة انت مش هتفهمها بس هتحسها. في كتاب The Art of Seduction لروبرت جرين بيقول ايه؟ ان نموذج السيرين مش مجرد اسطورة، ده نمط بشري بيتكرر في العلاقات من آلاف السنين. ناس عندها القدرة تخليك من غير ما تحس تعيش في دايرة شد وجذب مستمرة. مرة يقربوا فتطمن، مرة يبعدوا فتتلخبط، وساعتها انت اللي بتبدأ تجري وراهم بعقلك قبل قلبك. وهنا السر. السيرين في العلاقات عمرها ما بتديك الحقيقة كاملة، هي بتديك تلميحات بس، وانت بعقلك بتبتدي تقعد تكمل البازل ده. هو ما قالش حاجة، بس انت بتكمل الناقص جواك، وساعتها بتتعلق اكتر. وانت ما بتتعلقش بيه، انت بتتعلق باللغز اللي عقلك نفسه خلقه. وده اللي بيشرحه علم النفس في حاجه اسمها زيجارنيك افكت، او تاثير زيجارنيك. التاثير ده بيقول ان دماغنا بتكره تسيب حاجه ناقصه. هديك مثال. لما بتكون بتتفرج على مسلسل مثلا اخراج محمد سامي، وهو استاذ في الحته دي، انه بيقفل الحلقات في اماكن معينه بيخليك طول ما انت قاعد عمال تفكر حلقه بكره فيها ايه. يعني دماغك بتفضل متعلقه. مثال تاني، لو موضوع اتفتح قدامك وما كملش هتفضل تفكر في الموضوع ده. او ده بالظبط اللي بيستخدمه نموذج السيرين او الشخص السام ده، اللي بيختفي بعد ما بيفتح لك باب. تبعت له رسالة يشوفها وما يردش، يبدأ معاك كلام ويقفله فجأة. ده مش بيكون تصرف عشوائي، ده بيخلي عقلك يشتغل لوحده. هو ليه سكت؟ هو قصده ايه؟ طب هو لسه مهتم بيا ولا لا؟ دماغنا كبشر ما بتستحملش النهايات المفتوحة، فبتفضل تلف وتدور، بتحاول بأي شكل تقفل القصة حتى لو كانت القصة دي هي وجعك. ده بقى هو الإغواء الحقيقي. مش إن حد يبهرك، لكن إن حد يسيطر على تفكيرك. طيب تفتكر ليه بقى دايما في حياتنا بنقابل نفس النموذج؟ الشخص اللي هو بيكون مش اجمل واحد او اجمل واحده، بس اول ما بتدخل معاهم في علاقه تلاقي نفسك بتغرق. مش في الحب، في الهوس. هو او هي ما عملوش حاجه خارقه، مجرد حضور مختلف، صوت هادي، حركه محسوبه، كل حاجه فيهم متظبطه علشان تسيب علامه في دماغك. ده بقى اللي علم النفس بيسميه الاغواء الرمزي. مش عن الشكل ولا عن الجسم، لكن عن الرساله اللي بتوصل لعقلك الباطن. الشخص اللي بيقول لك من غير ما يتكلم: انا مش ليك، بس انت عارف مستحيل تقدر تبطل تفكير فيا. انا قريب منك بدرجه كفايه تخليك تتعلق بيا، وبعيد عنك بدرجه تخليك ما تمسكنيش. وهنا بقى بيتحول الجمال لفخ، لعبة شد وجذب بتخليك دايما واقف على الحافة. مرة تحس انك امتلكته، ومرة تحس انك فقدته.
وفي الحالتين دماغك ما بتعرفش تهدى. زي ما قال روبرت جرين، السيرين بتلعب على أعمق دوافع الإنسان، الرغبة في المتعة والخوف من الفقد والحاجة للانتباه، لكن في نفس اللحظة بتمنع الوصول الكامل ليها. ده بقى اللي بيخليك مدمن على وجودها، مش حب لكن دوبامين. من الناحية العصبية، المخ البشري بيتعامل مع النوع ده من العلاقات زي بالظبط ما بيتعامل مع القمار. كل مرة بتاخد فيها اهتمام بسيط بتتحفز مراكز المكافأة جواك، الدوبامين سيستم. ولما الاهتمام ده بيختفي فجأة، المخ بيفضل يقول لنفسه ايه؟ المرة الجاية هترجع تاني، المرة الجاية هيديني نفس الإحساس. وده اللي بيحبسك جوه اللعبة اللي هي بتكون علاقة شكلها حب، لكنها في الحقيقة نظام مكافأة متقطع، مرة بيديك ومرة بيمنع عنك. ولأنك مش عارف تقفل القصة بتفضل جواها. السيرين في العلاقات بتعرف ازاي تزرع فيك النقص وتسيبك انت اللي تحاول تكمله. طب حد يسألني، هو أنا ليه كل مرة بقع في نفس العلاقات السامة دي؟ الأشخاص بتختلف بس الأحداث بتكون واحدة. بص يا باشا، أنت ما بتقعش في نفس التجارب دي صدفة. الحقيقة إن كل واحد فينا جواه نقص معين. يعني حد ناقصه أمان، حد ناقصه حب، حد ناقصه تقدير. والشخص السام بيكون عنده رادار للنقص ده. يعني هو عمره ما يخش لك من بابك المقفول، هو بيدخل من الشرخ اللي أنت نفسك مش شايفه. العالم إريك فروم قال جملة حلوة أوي: البشر مش بيدوروا على الحب، هما بيدوروا على مخرج من الإحساس بالنقص. يعني ببساطة، لو أنا مش حاسس بقيمتي، أي حد معدي هيحسسني إني مرغوب وهيحسسني بقيمتي، هيمتلكني حتى لو بيأذيني. في كتاب Women to Love Too Much، الدكتورة نورود بتحكي عن بنات اتعلقوا برجالة مؤذية جدا. واحدة منهم اتربت على فكرة إن هي مش كفاية، يعني لازم تعمل حاجة عشان خاطر تتحب. أول راجل شافها وحسسها إن هي كفاية امتلكها، لأنه مسك خيط النقص اللي جواها. بقت بتجري وراه مش عشان بتحبه، لكن لأنها عايزة تثبت لنفسها إن هي كفاية. وده بالظبط اللي بيشرحه مارك مانسون في كتاب موديلز. الجاذبية الحقيقية مش عن الشخص اللي قدامك، هي عن الجرح اللي بيغطيه وجود الشخص ده. يعني انت مش بتحب الشخص، انت بتحب الإحساس اللي بيخليك متشاف. علشان ما نطولش والحق اقول لكم الحلول، اتمنى اكون في الجزء اللي فات ده عرفتكم بالظبط ايه اللي بيحصل في موضوع الإغواء العقلي. دلوقتي هفهمك ازاي تخرج من اللعبة دي. مفيش سحر ولا في لعنة، في نمط نفسي محتاج تفكيك. أول خطوة، اعرف إيه هو الجرح بتاعك، إيه اللي ناقصك: أمان، اهتمام، تصديق. بمجرد ما تعترف بالحاجة اللي ناقصاك، أنت كده ابتديت تفكك اللعبة، لأنك مش هتسمح لحد إنه يخش لك من الباب ده تاني. تاني خطوة، خليك واعي بالأنماط. يعني لو دايما بتنجذب لنفس النوع من الأشخاص اللي بيأذوك، دي مش صدفة، ده إدمان عاطفي متكرر. كل مرة بترجع تدور على نفس الشعور الأولاني اللي عمرك ما هتلاقيه. تالت خطوة، المسافة النفسية. دايما اسأل نفسك سؤال: الشخص ده بيردني لنفسي ولا بياخدني من نفسي؟ المسافة دي هي اللي بتفصل بينك وبين الدوبامين، وبينك وبين الغرق. وفي اللحظة اللي هتبدأ تشوف فيها الشخص ده زي ما هو، مش زي ما انت محتاجه يكون، هنا اللعبة بتخلص. لأن السيرين ما بتقدرش تعيش في وعيك، هي بتتغذى على اللاواعي. وكل مرة هتبص له بعين الوعي، الصوت بتاعه بيدوب. وده أول صوت انتصار حقيقي، إنك تسمع نفسك أعلى من أي نداء خارجي. هنا بالظبط هتحس بالتحرر. النداهة في الأسطورة كانت بتغني عشان الناس تمشي وراها، إنما السيرين في العلاقات بتغني عشان تسيبك دايما محتار. بس الحقيقة إن السر عمره ما كان في صوتها، السر فيك أنت، في الجزء اللي صدق إنه محتاج يتكمل بحد تاني. وده مش ضعف، دي إنسانية. بس لما توصل للحظة اللي تشوف فيها جرحك وتحبه بدل ما تهرب منه، وقتها النداهة دي بتسكت لوحدها، لأنك خلاص ما بقاش محتاج حد يغني لك علشان تحس إنك حي. ساعتها تقدر تبص لنفسك وتقول: أنا مش ناقص. النداهة مش دايما ست ومش دايما شخص، ساعات بتكون فكرة بتغني لك جوه دماغك. السؤال الحقيقي: هتسمع صوتك ولا صوتها؟ أنا تيتو، ودي كانت رحلة وعي.